برحب بكل مشاهدينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وأصل الحكاية. أشهر وأغرب المحميات الطبيعية في مصر هو موضوع حلقتنا النهاردة، اللي هنعرف أصل حكايته من ضيفنا اللي مشرفانا النهاردة في الاستوديو، دكتور ميرفت خليل، خبير سياحي ودكتوراه في الدراسات السياحية. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا شرفتينا بحضرتك. ونورتينا. ربنا يخليكي، شكرا. المحميات الطبيعية، عايزة أعرف من حضرتك في البداية إيه هو مفهوم المحمية الطبيعية؟ هو اصل الحكايه زي ما بنقول، الحكايه أيوة. ان انت تروح اي محميه طبيعيه مم. ولا تاخذ شيئا ولا تترك شيئا. قانون المحميات الطبيعيه في مصر مم. والذي يلتزم ويكون ميثاق رسمي لكل من يزور المحميات الطبيعيه ان يلتزم به. مم. محميه طبيعيه يعني مكان لم يمسسه بشر، ما تحطش فيه يد بشرية. ربنا سبحانه وتعالى خلق المحميات الطبيعية هو كده، التنوع البيولوجي بتاعها بالكائنات الطبيعية، بالأعشاب الطبيعية، بالنباتات النادرة اللي موجودة في كل مكان. مم. فلازم إن أنا أقول محمية يعني مكان لا يمس أو تدخل أي حاجة صناعية أو بشرية مم. تسمى محمية. أيا كانت بحيرة، مكان مياه ايه المكان كبريتية. اللي يطلق عليه محمية طبيعية؟ ما هو أنا بقول لحضرتك إني أنا اتفضل. إن محمية طبيعية تعتبر مكان لم يمسسه بشر أو مم. تدخل صناعي، مم. أو يكون مكان يكون حد تدخل بيه بشكل صناعي، بشكل آه، يد بشرية لعبت فيه. هو ربنا سبحانه وتعالى خلق المكان كده. بحيرة تكون محمية طبيعية، يكون مكان طبيعي زي مياه كبريتية، مياه معدنية، زي بعض الاماكن اللي عندنا في مصر والمحميات الطبيعيه اللي موجوده كلها في مصر. لم مم. تبس ان انا مم. ما اخشش بيها او اعمل حاجه فيها ان انا ابوظ او ان انا اخرب عليها المنظومه الطبيعيه اللي ربنا خلق مم. يعني خلقها عليها. امتى مصر عرفت المحميات الطبيعية؟ اول محميه طبيعيه مم. اكتشفت في العالم كله وفي مصر بحيره قارون. بحيرة قارون. يعني وده كان أول محمية طبيعية في اكتشفت العالم؟ اكتشفت كامله في العالم، مم. وكانت اول حاجه في مصر وكانت عامله ضجه. هم اكتشفوا بحيرتين موجوده في منطقه الفيوم، وبحيره قارون تعتبر محميه طبيعيه. مم. قالوا ان ما هي مصادر المياه اللي احنا لقيناها ديت. طبعا رجعوا لاصل البرديات واصل المعابد واصل الحكايه زي ما بنقول ان بحيره قارون تعتبر من اهم البحيرات في العالم. ربنا خلقها كده مياه جوفيه مم. ايه اللي ومياه عذبه. بيميزها؟ ايه هي اول مميزاتها وصفاتها؟ الصفات او المميزات طبعا اللي بتيجي للمحميه الطبيعيه: الطيور النادره، مم. الكائنات الحيه، نوع النباتات النادره اللي انا ممكن ان انا استخدمها ليس لها وجود او مثيل في العالم اجمع. محميه طبيعيه يعني متحف مفتوح يحق للزائر او يحق للشخص نفسه ان هو ممكن ان هو يزوره. محميه طبيعيه يعني ان انا ما ينفعش ان انا اعمل تدخل بشري للمكان دوت. مم. بحيره قارون تعتبر وادي كبير جدا واكتشاف اول ديناصور في العالم اجمع في في المكان بحيرة دوت. قارون في وادي اكتشفوا الحيتان. ديناصور. مم. اكتشفوا طبعا هيكل عظمي لبعض الديناصورات اللي موجوده هناك، مم. واعلنت كمحميه طبيعيه في العالم كله. وكان طبعا اكتشفوا عليهم طبعا العلماء الجيولوجيين تم وبعض العلماء اكتشافها امتى تقريبا؟ في 2002. 2002. مم. اعلنت كمحميه مم. طبيعيه وتراث عالمي، بس هي كانت مكتشفه قبل من كده. قبل كده. طبعا في بعض المحميات الطبيعيه في مصر وعددها كبير جدا، يعني حوالي من 30 ما انا عايزه اعرف فاكثر. من حضرتك رصيد مصر من المحميات الطبيعيه تقريبا قد ايه؟ حوالي من 30 اعلنت عنها، يعني حتى الان 30. 30 محميه طبيعيه مم. حتى الان. وكانت لعام 2010 كان حوالي 28 محميه. مم. جينا دلوقتي ممكن اقول لك 35 محميه، بس لم يكتشف عن الخمس محميات في الاونه الاخيره. يعني دلوقتي هم بيكتشفوا وبيعلنوا، وزاره البيئه طبعا بتكتشف من ناحيتها وتقول ان انا اعلنت عن محميه في منطقه كذا. بس ايوه. ال 30 محميه موجوده تبع وزاره البيئه وطبعا الهيئات المصريه، واعلن عليها بشكل كافي. مم. مم. طيب حضرتك قلتي من اللوائح والقوانين بالنسبه للمحميات ان محدش يلمس اي حاجه ولا يدخل عليها حاجه. اكيد هل طبعا. في اي لوائح اه طبعا. وقوانين اخرى اه بالنسبه طبعا. للمحميات الطبيعيه؟ القانون 102 لسنة مم. 1383 الذي ينص أن لم يتم لمس المحمية الطبيعية من أي بشري أو أي تدخل صناعي. ليه؟ المنطقة محمية طبيعية من مياه ساحلية ومياه معدنية ومياه كبريتية على أعلى مستوى. وإن أنا أدخل يد بشرية فيها، إن أنا كده بتدخل في المنظوم الحيوي للمحمية الطبيعية. مم. هي كائنات حية دقيقة جدا ونباتات نادرة جدا ليس لها مثيل في العالم كله. كمان عايزة أقول لحضرتك على حاجة، إن هي منطقة علمية من الطراز الأول.
يعني يعتبر محمية سياحية في الطراز الأول، محمية علمية في الطراز الأول، محمية ثقافية وتراث طبيعي عالمي. حتى لما جاءت منظمة اليونسكو أعلنت على بعض المحميات اللي موجودة في مصر، قالت حاجة حلوة قوي، إن المحميات الطبيعية عندنا ليس لها مثيل في العالم كله، من نباتات طبيعية وكائنات وحيوانات برية وبعض الأحجار الكريمة والصخور. طيب المحميات الطبيعية ليها أهمية كبيرة جدا، عايزين نعرف من حضرتك أهمية المحميات الطبيعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتوازن البيئي والاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري يعني ارتفاع درجة حرارة الأرض. محمية طبيعية، احنا عندنا مصر تعتبر كنز كبير قوي في المحميات الطبيعية، لديها عندنا 30 محمية. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، مواجهه مصر في الاحتباس الحراري في الاونه القادمه والوقت الحالي اللي احنا بنعاني فيه احتباس حراري وزياده طبعا معدلات الامطار وتغير المناخي فجاه طبعا يعني احنا بنعاني، طبعا مصر بتعاني دلوقتي، ان رصيد مصر من المحميات الطبيعيه ادت الى ان احنا بنواجه الاحتباس الحراري. مصر لا تذكر من كل ضمن العالم كله، يعتبر مع ان 0.6 افريقيا من من اكثر 10. القارات المتاثره تم تاثيرها بسبب الاحتباس احنا الحراري. عندنا مواجهه دلوقتي محميات طبيعيه، ايه هدفها او ايه الاهميه بتاعتها او ايه الاستفاده بتاعتها؟ عايزه اقول لحضرتك على حاجه. عندنا مياه المحيطات والبحار في منطقه البحر الاحمر، منطقه كبيره جدا مليانه شعاب مرجانيه، تعتبر وتصنف المحميات الطبيعيه او الشعاب المرجانيه الاكثر صمودا في العالم اجمع، ان هي بتمتص ثاني اكسيد الكربون بدرجه هائله جدا. وكمان بعض الابحاث لما بيجوا من بره مصر ويعملوا الابحاث عندنا هنا، بياخدوا الشعاب المرجانيه او بعض المحميات الطبيعيه كدراسات علميه ليهم هنا، بيدرسوها يعني طبعا. وان مواجهه الاحتباس الحراري، ان المحميات الطبيعيه هنا هو في مصر هي اللي حاميانا، وهي اللي عامله زي صد او حائط قوي جدا 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 لمواجهه الاحتباس الحراري والحراره والمياه الجوفيه. كل دوت لازم ان انا احافظ على المحميات الطبيعيه واحطها بعين الاعتبار والمحافظه عليها. من ناحيه الشعاب المرجانيه لازم ان انا احطها في مكانها، لازم ان انا يعني اشاهدها من بعيد لبعيد، ليها دور فعال جدا. حتى الكائنات الحيه اللي موجوده في الحياه البريه في المحميات الطبيعيه ليها دور فعال جدا في الاحتباس الحراري. وبعض النباتات النادره ممكن ان انا اعمل عليها ابحاث. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه، في الاونه الاخيره كوريا عملت ابحاث هنا في مصر، ان هي بتعمل على بعض الاعشاب والنباتات الطبيعيه، ان هي في مواجهه الاحتباس الحراري. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احتباس حراري يعني ارتفاع درجات حراره الارض، مما يؤدي الى ذوبان الجليد ناحيه القطب الشمالي. صحيح. تمام. ايه اللي عملته مصر؟ طبعا تولي محمد علي باشا طبعا ومنخفض الفيوم، وتم اعلانه كمحميه طبيعيه سنه 1983 1883 ساعه تولي محمد علي باشا. قال انا بشوف منسوب مياه النيل بيعلى، لازم ناخد احتياطاتنا. طبعا كان الاحتباس الحراري ليه دور فعال قوي في مواجهه الفيضانات زمان. قالوا لا احنا هنعمل سد عالي، ورجعوا قالوا لا احنا هنعمل منخفض الفيوم ونوصله بنهر النيل عبر قناه في منخفض الفيوم، ونحط والميه تنزل عن طريق مدينه اهاناسيا. اما جم العلماء زمان درسوا الموضوع دوت، قالوا ان احنا المفروض ان احنا كده هنخاف على منسوب مياه نهر النيل، فألغوا المشروع تماما عشان الحفاظ على البقعة الزراعية حول نهر النيل، وكمان الطمي والنباتات النادرة اللي بتكون على ضفاف نهر النيل ليها دور فعال. رجع طبعا بنينا السد العالي وتم تخزين المياه واستمرارها واستخدام الموارد بيها، وان انا ممكن ان انا استخدم الكهرباء وان انا اعمل استغلال الامثل للموارد الطبيعيه زي ما بيحصل في الوقت الحالي. بالزبط. هنا بقى المحميات الطبيعيه هنا دورها ايه؟ هو الدور بتاعها او ان انا اللي اقدر ان انا استفاد بيه في الوقت الحالي. وكل محمية ليها مميزاتها طبعا وليها تميزات مختلفة عن كل محمية أخرى. أكيد ليها رونقها، وكل محمية بعيدة عن المحمية الأخرى. عايزة أقول لحضرتك على حاجة، كل محمية ليها مميزاتها وليها عيوبها وليها التنوع البيولوجي ودورة حياة الكائنات الحية بيها من نباتات طبيعية، وإن أنا أقدر إن أنا أساعد في تطوير المحمية وإن أنا أحافظ على التنوع البيولوجي بتاعها مع المحافظة مع الكائنات الحية في جو مناسب ليها. طبعا. طيب ايه هي أهمية المحميات الطبيعية بالنسبة للسياحة؟
هقول لحضرتك على حاجه، احنا عايزين زي ما بيقولوا ايه اقتصاد للبلد بتاعتنا. اول حاجه القطاع السياحي ككل من مناطق سياحيه واثريه ومحميات طبيعيه دخل قومي بارز جدا. المحميات الطبيعيه تعتبر ثروه قوميه اقتصاديه لمصر. اول حاجه المحميات الطبيعيه بيقوم عليها بعض العلماء والباحثين خارج العالم، بيجوا هنا هو يدرسوا في المحميات الطبيعيه بتاعتنا، بيستخلصوا من النباتات الطبيعيه بتاعتنا. حاجه تاني، الجروب السياحي بتاعي في بعض عشاق السياحه البيئيه، نمط من انماط السياحه البيئيه هنا في مصر ان بيجي السائح ويزور عندي منطقه المحميات الطبيعيه، وكذا محميه في الصحراء، وفي الجبال الشاهقه، وفي الاراضي الرطبه على ضفاف النيل في اسوان، وهنذكرها طبعا احنا مع بعض أكيد. دلوقتي. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، الفيزيتا اللي بيدفعها السائح هو داخل المقصد السياحي في المحميه الطبيعيه يعني بيكون عليها ريتش عالي قوي، يعني السعر مناسب قوي ان هو يجي السائح ويدفع حلو قوي عشان يشوف الاماكن الطبيعيه عندنا والجبال عندنا ودوره حياه الكائنات الطبيعيه والاحجار الكريمه والصخور. طيب عايزين نتكلم برضو عن أنواع المحميات الطبيعية. يعني مصر بتضم محميات طبيعية بنسبة 15% تقريبا ايوه من من مساحتها. اجمالي مساحه الارض. بالظبط. اول حاجه عندي حياه بريه، حيوانات بريه فقط. عندي محميات طبيعيه اللي هي الغابات المتحجره، عندي محميات طبيعيه جبال شاهقه. دي كلها بتتقسم بس حسب نوع المحميه الطبيعيه وحسب نوعها، وهنذكرها مع حضرتك دلوقتي كل محميه وليها خواصها وليها اهميتها. حضرتك قلتي مصر بتضم 30 محميه طبيعيه. طيب او اكتر. هنبتدي باهمهم. ايه هم اهم المحميات الطبيعيه؟ انا بالنسبه لي انا شخصيا وادي الجمال. وادي الجمال انا مسميه كده، او وادي الجمال، او الجمال التائهه، او وادي المال. ايوه. يطلق عليه من غنى المحميه الطبيعيه من وادي الجمال. يعتبر اندر محميه طبيعيه على مستوى العالم، تم الاعلان عنها 1983، بتقع في منطقه مرسى علم. ولماذا سميت وادي الجمال او وادي المال او وادي الجمال؟ أيوة. طبعا بعض قبائل العبابده في منطقه مرسى علم ومنطقه البحر الاحمر وجود كهوف شاهقه جدا عاليه جدا جدا من الجبال. بعض ايه اللي بيميز الجبال دي؟ بعض القبائل بتتبنى الجمال، بتربي الابل. أيوة. لقيت فجاه ان الابل او الجمال بتاعتها بتشرد عن القبيله بتاعتها، بتشرد عن القبيله. بتروح في مكان مش معلوم. طبعا بعد دلائل الجبال لقوا مكان كبير قوي مليان بركه ميه، لقوا تجمع هائل من الجمال. بعض العلماء الباحثين وبعض الابحاث لقوا ان في عشب مسكر يستطيع الجمل ان يتذوقه، فبيروح المكان دوت. تم طبعا بعض العلماء والدكاتره والابحاث والمبحوثين في عالم الطبيعه اكتشفوا بعض النباتات الذي له لذاذ خاص للجمل، وهو راح للمنطقه ديت وتجمع فيه الجمال برونقتها. طبعا وادي الجمال او وادي المال صخور شاهقه، الفيروز الجميل، الكائنات الحية وبعض الحيوانات النادرة التي ليس لها مثيل في العالم كله، ولا بعض المحميات. احنا ما عندناش مقارنة في أي محمية طبيعية بره مصر. مصر بتعتبر من أكثر المحميات الطبيعية جمالا، وبنخش منافسة في السياحة البيئية على مستوى العالم. حتى بعض العلماء بيجوا هنا مصر عشان يعملوا الأبحاث بتاعتهم. يعتبر مصر متحف مفتوح للمحميات الطبيعية في العالم أجمع. يعني عايزه اقول لحضرتك وادي الجمال دوت، مهما عايزه اقول لك قعدنا حلقه او حلقتين مش هنحكي عن الجمال والموروث الثقافي والتنوع البيولوجي في المحميه. طب عايزين نتكلم يعني باختصار كده على التنوع البيولوجي والجمال والتميز بالنسبه لوادي الجمال. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، كل محميه بتمتاز بالتنوع البيولوجي بتاعها، بالكائنات ودوره الكائن الحي جوه المحميه. عندي الغزال المصري، الثعلب الوبري، النمر. عندي بعض الكائنات التي تحافظ على نفسها من الانقراض، بتطلع الجبل فوق عشان ما فيش اي حد ان هو يأذيها، او اللي هو الصيد الجائر. عندي كمان اشجار المنجروف،
ده ليه قصة تانية وحياة تانية وجمال تاني. مم. أشجار المنجروف يصنف من النباتات الهامة جدا في علاج بعض الأمراض المزمنة خارج مصر وداخل مصر. حاجة تاني إن هو وبيتم فعلا استخدام اه الاشجار دي طبعا في اشجار علاج المنجروف الامراض؟ كان مم. الاول بيستخدموها الصيد الجائر. يعني ايه الصيد الجائر؟ ان مم. انا امسك النبات واتعامل معاه معامله مش كويسه خالص، ان انا اتم قصه. وطبعا دخلت وزاره البيئه نصت على اللوائح للقانون 102 لسنه 1983 بعدم الصيد الجائر داخل المحميات الطبيعيه، وان المفروض ان انا احافظ على الموروث بتاعي الثقافي، مم. وان انا اعلنها كمحميه طبيعيه عالميه مش بيخشها اي سائح، او ان انا اسمح لبعض السياح ان هم يجوها. عندي مم. عشب المنجروف ليه خواص نادره جدا في حفظ ثاني اكسيد الكربون. ان انا طبعا في المنظر الطبيعي بتاعه اشجار المنجروف التي يعني عندك محميه وادي الجمال بتقع على منطقه بحر متوسط بالكامل، مم. وبحيرات نادره جدا في وادي الجمال، وما يميز وادي الجمال عن باقي المحميات الاخرى في طب مصر. والبحيرات دي اهميتها ايه؟ هل ليها اه مميزات، ليها طبعا. فوائد؟ ايه هي اه طبعا فوائدها؟ اللي هي المياه المعدنيه والمياه الكبريتيه مم. في الشفاء العديد من الامراض. مصر بتحتوي على كنز سياحه علاجيه وسياحه بيئيه على مدى واسع جدا، بس الابحاث والدراسات محتاجه تأني في ان انا اطلع المعلومه الصحيحه. مم. لدى مستقبل المعلومه من العلماء اللي خارج مصر. حتى مصر سمحت في الاونه الاخيره ان هي تفتح الابواب للباحثين ان هو في زياره المحميات الطبيعيه، بس دون المساس، او ان انا مم. احافظ عليها بشكل مستدام او سستينابيلتي، ان انا اقدر ان انا احافظ على المحميه الطبيعيه، وان انا اقدر ان انا افيدها، وان انا اقدر اكون اضافه ليها فيما بعد. مم. مم. فعايزه اقول لحضرتك على حاجه، محميه طبيعيه لازم ان انا اعرف اتعامل مع الكائنات الحيه، اعرف اتعامل مع نوع الصخور الملونه في بعض المحميات الطبيعيه. الرمال كل ما يميز المحميات الطبيعيه اللي هو ان انا صون او صون الطبيعه اللي حواليا. يعني كل حاجة في أي محمية طبيعية ليه فايدة؟ اه طبعا يعني طبعا، ما حضرتك كانش بتقولي حتى سمت محميه. الرمال، اه حتى طبعا. الرمال ليها فايدة. اه طبعا. فايدتها ايه؟ يعني ايه أهميتها عايزه اقول وفايدتها؟ لحضرتك على حاجه، بيجي مريض روماتويد او المريض من بره مصر تعبان بالعظام، بيجي مم. تم دفنه في مياه سفاجه، في رمال سفاجه، واشعه الشمس اللي فوق بنفسجيه. اشعه مصر تمتاز بفوائد عديده جدا في الشفاء العديد من الامراض. الرمال في كل منطقه ليها خواص، من اول مصر والبحر المتوسط نهايه باسوان وجبل في كل ابو منطقة الهوى. بتبقى فايدتها مختلفة. طبعا. طب خلينا نشوف دلوقتي فيديو عن محمية وادي الجمال ونرجع نكمل لقائنا. اتفضل. جمال، طبيعة خلاب، المناظر فظيعة. يعني بقى لسه كنت بقول لحضرتك وانا حتى بتفرج على الفيديو، يعني راحة نفسية وراحة للأعصاب، وكأنك يعني الطبيعة فعلا محدش قدر ان هو يلمسها. حقيقي. القبائل اللي عايشة هناك بتحافظ على المحمية الطبيعية؟ ده مصدر رزقهم زي ما بيقولوا مم. كده. قبائل مم. العبابدة والبشرية دي قبائل بدوية. أول من سكنوا المنطقة في منطقة وادي الجمال، أول حاجة هم بيحافظوا على الموروث الثقافي لديهم. مم. حياة البدو، أنا بيجي السائح عندي بيزور المحمية مش بيشوف النباتات فقط ولا بيشوف الحيوانات فقط، لا ده بيتعامل مع البدو، وبنعمل ليلة بدوية جميلة مع شاي والأكل البدوي. مم. احتكاك الثقافات طبعا. لدى السائح أو المقصد السياحي المصري. مم. ده أول حاجة. تاني حاجة، الأدوات البدوية اللي هم بيستخدموها وإن هم بيبيعوها لدى السائح، ده مصدر رزقهم. إن أنا أشوف الحياة البدوية وأشوف الساري اللي هم بيلبسوه، وأشوف الشال الحلو اللي هم من طرازهم، إن هو يكون شغال اللي هي الحرف اليدوية. إن أنا ببرزها في بازار صغير كده، أي قبيلة أنا بزورها أو كمرشد سياحي بروح مم. باخد الجروب بتاعي، واطلع بقى اروح اقول لهم يلا نطلع سفاري واوريكم الحياه البدويه عامله ازاي، والمشاوي وان الحطب وجبال لا، الشعبيه السياح الجميله. الأجانب بيحبوا الحاجات دي جدا جدا جدا. جدا بيحبوا يعني بالنسبة الاحتكاك لهم بالشعب المصري. حاجة غريبة مختلفة، اكيد اكيد. فبيتأثروا بيها اكيد جدا. طبعا مم. طبعا. عايزه اقول لحضرتك احتكاك الثقافات، يعني اول حاجه الويلكم بتاع الشعب المصري اول ما بينزل المطار كده، واقول له الويلكم، تعالى اهلا انت في ارض مصر، ارض الحضارات ومهد الديانات كلها. وان هو يحتك
بدلائل الجبل. كمان عندنا ممكن يروح في مسار ومضقات داخل المحمية بدون المساس من المحميات الطبيعية أو النباتات النادرة، زي ما أنا قلت وذكرت لحضرتك قبل كده إن أنا باخدهم في مضقات كده وآخد دليل الجبل يطلع طبعا معايا زي ما كده شفنا اهوت. في الفيديو زي ماشيين ما في وسط الجبل. شفتي المنظر، اه المنظر خلاب ورائع، بياخد فعلا. العقل، بياخد العقل. ما بالك بقى السائح اما يجي ويعيش التجربه بتاعت السياحه البيئيه، بيكررها مره واثنين وثلاثه واربعه، وممكن مم. ان هو يجي مصر 5 6 7 مرات. مم. طب بالنسبة لجنوب سيناء عايزين نعرف من حضرتك ايه سبب استحواذ المحميات الطبيعية في جنوب سيناء على ما يقرب ثلث زوار المحميات الطبيعية في مصر؟ هو السؤال كالآتي، مم. إن أنا إزاي أخلي السائح يجي المحميات الطبيعية عندي؟ مم. سانت كاترين أو منطقة رأس محمد بالظبط تعتبر أكثر المناطق زيارة لجميع فئات السائحين والفئات والشرائح السياحية المستحدثة. مم. ليه بقى؟ ليه؟ ايه عايزة السبب؟ أقول لحضرتك على حاجة. سانت كاترين بيها دير سانت كاترين، بيها مقبرة الملك مم. هارون. عايزة أقول لحضرتك تالت حاجة المسجد العتيق في سانت كاترين، الجبال الشاهقة، جبل موسى. كل دوت عندي أنماط سياحية بتتجمع في مكان واحد، ومحميات طبيعية، سياحة طبعا بيئية. طبعا. مم. كل الأماكن ديت بيزورها السائح في برنامج سياحي واحد بس. عشان كده تستحوذ جنوب سيناء وشرم الشيخ ومنطقة رأس محمد على نسبة عالية جدا من السائحين. مم. مم. يعني نقطة تاني عايزة أقول لحضرتك على حاجة. محمية سانت كاترين بيها أقدم شجرة، وهي شجرة العليقة التي لم تزرع في أي مكان في العالم أجمع. مم. ايه اللي بيميز الشجرة دي؟ الشجرة ديت أخدوا مميزة. فسيلة منها مم. وتم زرعها بره مصر في دبي. ماتت الفسيلة الجزء اكيد طبعا اكيد. عشان هي شجرة مباركة. بقول لك واخلع عن عليك فإنك اسم بالوادي الشجرة المقدس تاني طوى. ايه من شجرة العليقة. العليقة؟ العليقة في الدير، العليقة. مم. بجانب الدير. مم. بقول لك واخلع عن عليك انك بالوادي المقدس طوى، في وادي المقدس جبل موسى وسانت كاترين وراس محمد. وتستحوذ على بعض السائحين او السياحه بتكون عاليه. ليه؟ عندي انماط سياحيه مختلفه، فئات وشرائح سياحيه. بيجي السائح الثقافي، بيجي السائح الديني، روحانيات والجبال الشاهقه بسانت كاترين. بيجي السائح البيئي، بيجي سائح المغامرات. في انواع وفئات كتيره قوي بتيجي تزور المنطقه. والمحميه طبيعيه ببعض اندر الحيوانات البريه، من الوعل البري، من الماعز، من النمر المصري، وبعض الحيوانات والكائنات الدقيقة جدا. تعتبر محمية سانت كاترين ورأس محمد من المحميات النادرة. حاجة تاني، منطقة رأس محمد نفسها أو محمية رأس محمد كلها شعاب يعني مرجانية حمراء بتغطي ساحل البحر الأحمر، وتعتبر أول محمية طبيعية لمنطقة الغوص في العالم كله. بيجوا طبعا بيعملوا معروفة راس محمد، ناس كتيرة غواصين من كل أنحاء العالم كمان بتروح بيعملوا راس محمد. بالظبط. وكمان بيعملوا مسابقات غوص عالميه ودوليه طبعا. هنا في مصر في المحميه. حاجه تاني، تكونت المحميات في منطقه ساحل البحر الاحمر ومنطقه راس محمد نتيجه دي شجرة الزلازل. العليقة اللي حضرتك كنت بالظبط. بتتكلمي عنها. في الدير دي شجره فايدتها ايه عموما؟ هل ليها هي شجره فايدة؟ مباركه. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران الكريم، وقال وذكرها ان هي شجره مباركه بتنمو من غير ما تتسقي، محدش بيسقيها، هي كده، سبحان الله. هي كده بتطلع. هل ليها أي فوائد طبية برضو بالنسبة للأمراض ولا بس إن اي هي حاجه، لا ولا اي حاجه. هي شجره مباركه في الدير. وكمان لما جت تدعى طبعا قديسه الدير اسمها كاترين، والتي سمي دير سانت كاترين عليها، ظهرت هذه الشجره وذكرت في القرآن الكريم. هي شجرة مباركة طالعة من باطن الأرض، حاجة طبيعية بس ليها جمال ورونق خاص. حتى بعض السائحين بيتصوروا عندها وعايزين يعرفوا بعض العلماء إزاي إني أنا أزرع نوع الشجرة دي في مكان آخر. فشلوا. صعب طبعا. صعب. مصر طبعا. بتتميز، ربنا وهبها بحاجات طبيعية وأنهار وبحيرات وعبق تاريخي ليس له مثيل في العالم كله. هل في أي نباتات أخرى في سانت كاترين بتتميز بيها؟ في عندي أحجار الفيروز والأحجار الكريمة. وتعتبر مصر من أولى الدول مصدرة للأحجار الكريمة وأحجار الفيروز. اسمها أرض الفيروز، سميت على سيناء لكثرة الفيروز بيها والصخور الرملية الجميلة والأحجار الجرانيتي الجميلة قوي. طيب خلينا نشوف دلوقتي فيديو لمحمية راس محمد ونرجع نكمل لقاءنا. ايه الجمال ده؟
دي محمية راس محمد فيها يعني شفت الصخور عاملة ازاي؟ واقول لك انا ما تكونت صدقتش ان هي الصخور بالشكل ده ومش والالوان تكون دي. طبيعي، هو مش تكون طبيعي خالص الصخور ديت، مش تكون طبيعي، يعني مش تكون تكونت طبيعي بسبب حاجة معينة. بسبب الزلازل. الزلازل. تم شق جه فتره من الزلازل هزت مصر في منطقه جنوب سيناء. اكتر حاجه بتاثر بيها البحيرات والبحار. تم عمل شق الزلزال وعمل تحته اندر الشعاب المرجانيه على مستوى العالم في شق الزلزال بمنطقه راس محمد. ولماذا سميت راس محمد بهذا الاسم واطلقت عليها ليه راس محمد؟ في القمر الصناعي اما جم يكتشفوا منطقه راس محمد او البحيرات اللي حواليها والشعاب المرجانيه، لقوها على شكل وجه انسان ولحيه انسان، فاطلقت عليه راس محمد. راس محمد. سبحان الله. سبحان الله طبعا. اما جم قالوا ان احنا نعلن عن محميه راس محمد سنه 1983 كمنطقه التراث الطبيعي العالمي، جم يدوروا على اندر الشعاب المرجانيه، لقوا انه ما يقارب اكتر من 552 نوع من الشعاب المرجانيه في منطقه راس محمد. 52 نوع من الشعاب المرجانيه. 552 نوع. 502 وفي اكثر، وان هي بتتراوح لبعض النمو عندها لقرون. جم ياخدوا فسيله من الشعاب المرجانيه وزرعوها في مكان اخر، مش هينفع لسبب ان الشعاب المرجانيه مش بتنمو من يوم وليله ولا شهر ولا سنه، بتاخد سنين وملايين القرون عشان تبقى شعاب مرجانيه اقدر ان انا استخلص منها بعض الادويه والنباتات والحاجات دي. الشعاب المرجانيه عموما، عايزه اقول لحضرتك على حاجه، لماذا سميت الشعاب المرجانيه الحمراء او منطقه البحر الاحمر عامه؟ وفي انواع من الشعاب المرجانيه وفي الوان من الشعاب اكيد المرجانية. الوان كتيره، بس اللون المستحوذ عليه هو اللون الاحمر، لذلك سمي البحر الاحمر. ان هي ليه سمي بالبحر الاحمر؟ كثره الشعاب المرجانيه الحمراء في تلك المنطقه، استخلاص بعض الادويه من النباتات في الشعاب المرجانيه، وجود بعض الاسماك زي شقائق النعمان، سمكه شقائق النعمان التي ليس لها مثيل في العالم اجمع، ولا البحار ولا المحيطات بره مصر. في وجود شقائق النعمان موجودة في منطقة البحر الأحمر، وتكونات البيولوجية في تكوينات الصخور التي عملت شق الزلزال، ويعتبر المزار الأول في محمية رأس محمد. احنا شفنا في الفيديو دلوقتي الجبل مقسوم ليه؟ سبب تفاوجات الزلازل أدت إلى نمو الشعب المرجانية وتغلغل بعض أشجار المنجروف تحت محمية رأس محمد. أما بيجي الفوج السياحي عندي بخش ببعض القوارب المائيه الزجاجيه، يعني لو حضرتك رحت شرم الشيخ او عشان تبين الشعاب المرجانيه، وان انا ما اقدرش ان انا امسها بحاجه، او ان انا اقدر منطقه غوص. حتى مش اي حد بينزل منطقه الغوص في منطقه راس محمد او محميه راس محمد، لحساسيه البيئات اللي موجوده تحت المياه. حتى تلاقيها بيئات متحجره. بعض شواطئ شرم الشيخ يقول لك الناس انا ما بعرفش اعوم في شرم الشيخ، اللي في وجود بعض الحاجات الحجريه وبعض الصخور في المنطقه ككل. محميه راس محمد طبعا اتعملت كمحميه طبيعيه سنه 1983، واعلنت اول محميه طبيعيه، واهمهم طبعا من ناحيه ايه؟ النباتات استخلاص النباتات وان ازرعها في مكان اخر. نقطه ثانيه، النباتات او الكائنات الحيه او بعض الاسماك التي تنمو في تلك المنطقه مش بتنمو في منطقه ثانيه، وتعتبر مناطق لرصد الكائنات الحيه من افريقيا لاوروبا واوروبا لافريقيا، اللي هي الاسماك المهاجره. اني اعمل بيئه من الاسماك وشقائق النعمان، يجي السائح من بره مصر عشان يشوف شقائق النعمان وسمكه البهلوان اللي هي بتقعد تلف في الميه، مش موجوده برضو. هي سمكه دمها خفيف جدا وجميله جدا، وبيجي السائح عشان كده سميت بسمكه البهلوان. طيب بالنسبه للبحيره المسحوره، ليه سميت البحيره المسحوره؟ اول حاجه بتتغير لونها من 12 ل 15 مره في اليوم. السماء طبعا بالوانها الزرقاء واللبني بتعكس طبعا على لون البحيره، فعشان كده استخدمت او سميت بالبحيره المسحوره. بتتغير لونها 12 مره، 12 و15 كمان مره على مدار اليوم. على مدار اليوم، لون التركواز، هل اللون في سبب اللبني معين لده؟ ايه يعني تفسير ده ايه؟ السماء. احنا عندنا السماء صافيه في مصر، يعني في منطقه. اصل اول حاجه الميه شفافه. ايوه عامة ايه اللي بيعكس ضوء الميه؟ هي السماء طبعا. وبتتغير ليه الوانها من لون التاني. طبعا السماء وقت الصباح، وقت الضحى، وقت الظهر، وقت العصر، وقت الغروب، فبتتغير لونها على هذا الاساس. المحميات الطبيعيه المهمه محميه الصحراء البيضاء اللي هي في الوادي الجديد، عايزين نتكلم عنها
اهميتها، مميزاتها. ليه سميت بالصحراء البيضاء؟ مم. كل حاجة وليها حاجة، كل طبعا. حاجة وليها أصل الحكاية. سميت بالصحراء البيضاء بكثرة الطباشير مم. الأبيض، تكونت نتيجة اتجاه الرياح في منطقة الصحراء البيضاء. أعلنت كمحمية سنة 2002، وتعتبر أهم المحميات الطبيعية التي تاخد النطاق الأبيض الواسع والتكونات الجيرية. وكمان تعتبر أول منطقة في مصر لمراقبة الطيور المهاجرة من أوروبا لمصر، مم. وبعض الكائنات الحية زي الماعز، زي الوبري، زي الأنفود المصري. كل الاماكن ديت وكل الحيوانات ديت بتنمو في منطقه الصحراء البيضاء، وتعتبر يعني حاجه جميله قوي لعشاق الطبيعه والرسامين المبدعين في منطقه الصحراء البيضاء. وفي حاجه تاني، زي ما في عندنا صحراء بيضاء، عندنا صحراء سوداء مم. اعلنت عنها كمحميه طبيعيه 2010. الصحراء السوداء دي موجودة فين؟ وسميت في نفس المنطقه، بس دي نفس صحراء المنطقة. شرقيه مم. وصحراء غربيه. يعني وسميت سوداء ليه؟ فيها ايه؟ ايه اللي ايه اللي يعني؟ لماذا سميت اه، بالاسود او الصحراء الرساء السوداء. السوداء؟ تكونات البركانية عملت زي مسحوق اسود على الصحراء السوداء، مم. ادت شكل. الطبقة دي ما خرجتش حتى الآن، ولا بتفاعلات. العلماء قالوا هي الطبقة دي من ساعة ما قامت بركان من زمن أو قرون فاتت، أخذت الطبقة السوداء فأطلق عليها الصحراء السوداء. مم. أعلنت محمية طبيعية سنة 2010، وتعتبر من أنظر المحميات الطبيعية التي يغطي الصحراء كلها سوداء. حتى لو أنا طلعت مثلا وعملت مثلا قفز بالون او منضد، بشوف الصحراء بتغطيها مسحوق اسود نتيجه البركان، وتعتبر محميه طبيعيه لبعض النباتات النادره والطيور المهاجره في العالم كله. مم. طيب الصحراء البيضاء والصخور الطباشيرية اللي موجودة فيها، هل في سبب أدى لتكوين الصخور الطباشيرية؟ الرياح، سرعة الرياح، سرعة الرياح مم. أدت إلى تكوينات الطبقات الطباشيرية أو المسحوق الأبيض في الصحراء البيضاء، وأطلق عليها الصحراء البيضاء نتيجة الصخور الجرانيت الأبيض، اللون مم. الأبيض اللي هو مستحوذ عليها في الصحراء البيضاء. مم. وبرضه تعتبر منطقة جميلة جدا ونادرة جدا في التنوع البيولوجي بتاعها، من الصخور الجرانيت والصخور الرملية الجميلة. وتعتبر مقصد لبعض المبدعين والرسامين في مصر بيقصدوا المكان دوت عشان يرسموا ويطلعوا الالهام والابداع بتاعهم. هي منطقه رائعه جدا جدا وصورها جميله جدا. هنشوف دلوقتي فيديو لمحمية الصحراء البيضاء ونرجع نكمل لقاء. اتفضل. الصحراء البيضاء هو عالم من الرمال المنجرفة. يعني أنا منبهرة منبهرة بكل فيديو بيتعرض بجمال، سبحان الله، بالطبيعة، سبحان الخالق. بالأحجار، أيوة. بالألوان، بلون المية، بتفاصيل كل محمية. فعلا كل محمية يعني فيها صخور، فيها نباتات، في يعني مش حاجة واحدة بس، لكن كل محمية مكوناتها عديدة جدا وكتير جدا وليها فوائد كتير جدا. اكيد، ما هو سميت متحف مفتوح ليه؟ يعني احنا ليه بنسميها متحف مفتوح؟ يعني انا بقول لك ما ينص على قانون المحميات المصري لكل من يلتزم ليه ان هو يزور محميه ميثاق ان هو يحافظ على المكان. صحيح. خلينا نتكلم عن محمية سلوجة وغزال اللي في أسوان. ايه هي مميزاتها ومكوناتها؟ لماذا سميت سلوجة وغزال؟ سلوجة معناها ليها معنى معين. النوبي اللي هو الشلال. الشلال. بكلمة سلوجة بالنوبي يعني شلال. غزال أقدم نوع خشب موجود في أسوان، اسمه خشب الغزال. لماذا سميت سلوجة وغزال؟ بتجمع ما بين منطقة المحمية ومنطقة أندر أنواع الأخشاب في العالم. الشلالات والاخشاب. لا، الشلال دوت. السلوجه معناها الشلال. معناها الشلال. بتقع فين؟ نوع خشب نادر. ليه سموها سلوجه؟ عشان قربها من شلال وخزان اسوان في القرور بخزان اسوان 3 كيلو متر بتبعد عن خزان اسوان، وسميت بسلوجه عشان معناها الشلال بالنوبي. غزال يعتبر اندر انواع الاخشاب اللي موجوده في العالم، واطلق عليه اسم غزال. المحمية دي صغيرة جدا لا تذكر، موجودة في وسط النيل في غرب سهيل. تسمع عن قرية كده صغيرة نوبية حلوة اسمها غرب سهيل؟ احنا رايحين غرب سهيل. هي منطقة موجودة هناك في غرب سهيل، وتعتبر سلوجة وغزال جزيرتين في وسط المية، بتحيط عليها نهر النيل. أندر أنواع النباتات والطمي، ويمتص بعض النباتات بها، وبعض الطيور الجميلة زي اللقلاق وزي أبو فصادة المصري طبعا، والغربان والبلبل. يعني حاجات كتيرة قوي. حاجة تاني، لماذا المنطقة دي تميزت بمحمية طبيعية؟
في حاجه عندنا في اسوان اسمها الشجره المستحيه او مم. النبات المستحي. ليه سميت بالشجر جم النبات بعض المستحي او الشجره العلماء المستحيه؟ جم ليه؟ بعض العلماء مم. لمسوا النبات دوت، لقوه بينكمش، ان بيطلع الميه بيمتص الميه من الاوراق الى الساق، فسميت بالمستحيل لانها بتنكمش بسرعه جدا. مم. والنبات ده مش موجود اصلا الا غير في منطقه اسوان وسلوجه وغزال وبعض الطيور الجميله المهاجره. وعايزه اقول لحضرتك على احنا حاجه، شايفين كده الفيديو اللي معروض دي ده اشجار، سلوجة وغزال، دي الاشجار اللي دي موجودة الاشجار فيها. المحيطه في المنطقه كلها مم. او مم. المحميتين. حاجه تاني، نقطه التقاء لبعض الكائنات او الطيور المهاجره بين اوروبا وبين مصر، او اخر نقطه في مصر في اسوان بتروح فيها الطيور المهاجره. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه، بصي الاعشاب جمال، بص الجمال، سبحان الله. بيستخدم مم. الزعتر، القيسوم، السماء من بعض النباتات الجميلة، مم. ويعتبر مم. أسوان هي تشتهر أي محمية بالنباتات. طبيعية بغض النظر عن مكوناتها سواء نباتية حيوانية صخرية، كل ده ممكن إن احنا بيتم الاستفادة منها بس بما طبعا لا يضر بالبيئة. بالبيئة. يعني عندي القيسوم مم. وعندي الزعتر وعندي الحلفبر وعندي اليانسون، بنستخدمه من غزوله من سلوجه وغزال. يقول لك ايه ده، الاقصر واسوان بتشتهر بالنباتات والاعشاب الطبيه، هات لنا انت وجاي من اسوان حبه اعشاب. القيسوم هناك يعني كتير قوي ويستخلص بعض النبات، القيسوم، فايدته ايه السماء، القيسوم؟ الزعتر، اللي هو اليانسون، اليانسون ليه؟ القيسوم. اه هو هناك عشان بس لفظ اللغه العربيه. مم. الزعتر اللي احنا بنستخدمه، الزعتر بتاعنا اللي هو الناشف، اليانسون، الحلفبر، بعض الاعشاب اللي بتستخدم في الحاجات الطبيعيه. حاجه تاني، بعض النباتات اللي موجوده بيستخدم في الدلكه زي ما بيقولوا الدلكة؟ الدلكه ايه هي النوبي، الدلكة؟ الدلكه النوبي اللي بتستخدم في الافراح النوبيه والعرايس مم. بيستخدموها. مم. حاجه تاني، بعض النباتات للشفاء العديد من الامراض زي حلف الليمون للكلى. مم. يعني سلوجة وغزال تعتبر مصدر إلهام للعاشقين للأعشاب في مصر، مم. ويعتبر محمية طبيعية، وأعلنت سنة 1986. مم. طيب تعرضت المحمية الطبيعية سلوجة وغزال للحريق؟ عايزة أقول لحضرتك احكي لنا هو عن في الموضوع ده. مارس في مارس اللي فات تعرضت 20 لبعض 2022 2022 في مارس يعني بعض الحرائق، وبس فقدنا بعض النباتات والطيور بكم كبير. مم. وتم السيطرة طبعا على الحريق ومعالجة معالجة بسيطة كده في المحمية الطبيعية في سلوجة وغزال. عايزين نتكلم برضو عن محمية جبل علبة في حلايب بالبحر الأحمر. جبل علبة أنا مم. مسمية ليه سميت علبة؟ علبة نتيجة لقبيلة هناك اسمها قبيلة علبة، مم. وأطلق عليه، بس أنا بالنسبة لي وجهة نظري أنا مسمياه اللؤلؤة الخضراء. مم. جبل شاهق، أعلى قمة جبلية في مصر بعد سانت كاترين وجبل موسى. رقم واحد، الأعشاب اللي بتنزل أو العشب الجميل اللي بيغطي الجبل زي جبال لبنان الأرز. أنا مش بشبهه بجبال لبنان الأرز، بس هو يفوق جبال لبنان الأرز. طبعا العشب بيكون أصفر، ويجي يأتي الشتاء عليه يكون أخضر، بيكسو الجبل. وتم اكتشاف النمر الافريقي سنه 2014 في منطقه جبل علبه، والحيوانات النادره والاعشاب النادره، ويعتبر التقاء للطيور المهاجره في مصر. وعايزه اقول لحضرتك بعض الدلائل في المحميات الطبيعيه بتكون سكن للسائح البيئي اللي عايز تخيم، اللي عايز ان هو يستفاد من الطبيعه ويكون موجود في متحف مفتوح، بس طبعا في حدود الطبيعه والحفاظ على الطاقه الاستيعابيه للمحميه. ايه هي التحديات والمشاكل والصعوبات اللي بتواجه المحميات الطبيعية في مصر؟ اول حاجه هقولها يا جماعه، حافظوا على المكان بلوحات ارشاديه. لازم اعمل مضادات للمحميه الطبيعيه. انا بقول في اي مكان كده اروح محميه طبيعيه اعملوا لي مضاد او مسار امشي فيه الجروب السياحي بتاعي. ما ينفعش ان هو يمشي كده هنا وهنا وهنا وفي نباتات نادره بتنمو او ابحاث علميه بتتعمل في المحميه. لازم اشوف الطاقه الاستيعابيه للمحميه الطبيعيه بتاعتي. الجروب السياحي ال 50 فرد او ال 30 فرد او ال 20 فرد او كانت 3 افراد، هل المكان ده هيسيع المجموعه دي كلها؟ هل المكان دوت هيتضر بعد ما يمشوا؟ هل المكان دوت هيستفاد ان هو بوجود الجروب السياحي ولا لا؟ يا جماعه الطاقه الاستيعابيه لازم ينص القانون ويطبق. اللي
اللائحة رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات، ويكون يتخذ ميثاق رسمي لكل من يتاحت له الفرصة زيارة المحميات الطبيعية. بس حضرتك زرتي كل المحميات الطبيعية اللي موجودة في مصر؟ مش كلها مش عشان كلها. لا مش كلها. طيب. يعني انا زرت محميه راس محمد طبعا، شرم الشيخ يعتبر مزار دي اكتر ترفيهي. محمية زرتيها في يعني من ضمن محميه المحميات الطبيعية؟ محميه راس محمد وسلوجه وغزاله عشان انا من محافظه الاقصر. اسوان جنبنا، والمكان كان رائع جدا جدا جدا. سانت كاترين، يعني جبل موسى وسانت كاترين، اللي بيروح شرم الشيخ بيروح سفاري في سانت كاترين. رحت سفاري في سانت كاترين. اماكن كلها وكل مكان ليه رونق خاص، رونقه بيبقى ليه تأثير خاص اكيد حتى أكيد على الشخص. اكيد. انا شفت احجار الفيروز والاحجار الكريمه، وطلعت جزيره شيطان والشقائق النعمان، شفتها كلها، اشجار المنجروف الجميله. وطبعا كان لا يعني ما اقدرش ان انا المسها. في محميات طبيعيه كتير قوي في مصر قوي، جبل علبه، نبق، وادي الريان، يعني يعتبر وادي الريان جميله جميله. وادي الريان يعني وادي الريان سميت بوادي الريان اطلاقا على الوليد ابن الريان. ده كان ملك عظيم جدا، عسكر في منطقه وادي الريان، وسميت وادي الريان اطلاقا على جيشه، وان هو كان بيشرب من البحيرات اللي موجوده هناك. واطلقت على الريان من شده وتدفق المياه في منخفض الفيوم او منخفض الريان. منخفض الريان هم اتنين، واحد علوي وواحد سفلي، والشلالات اللي موجودة في الفيوم. بس طبعا الآثار الطبيعية والتغيرات المناخية أدت إلى ملوحة بحيرة قارون طبعا، ويعتبر اشد ملوحه من البحر الميت. فعلا اشد ملوحه من البحر الميت. طبعا البحر الميت لماذا سمي البحر الميت؟ مفيش امواج فيه، مفيش. ونسبه الملوحه بتاعته عاليه، بيستخدم في استشفاء الامراض العلاجيه. طبعا. حتى الان هم بيعملوا بحيره قارون كالاتي، ان هم بيستخدموا بحيره قارون ونسبه الملوحه بتاعتها في الشفاء العديد من الامراض. فعشان كده يعني النهارده حلقتنا كانت مميزه جدا، بنتكلم فيها عن المحميات الطبيعيه وجمال وطبيعه المحميات الطبيعيه. دكتوره ميرفت خليل، نورتينا وشرفتينا، خبير سياحي ودكتوراه في الدراسات السياحيه. بشكرك لوجودك معانا. شكرا لحضرتك جدا، واتاحه الفرصه ليا ان انا اتكلم عن مصر وعن المحميات الطبيعيه في مصر، واحنا خير سفره لبلادنا الحبيبه مصر. شكرا، شرفتينا ونورتينا. شكرا لحضرتك. شكرا مشاهدينا، وكده خلصت حلقتنا. استنونا حلقه جديده واصل حكايه جديده.